عندك حتتين لحمة كده متبقين في التلاجة، تعالى اقولك نعمل بيهم ايه. هنصلي على المصطفى الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا يا حبايبي نعمل الاكله اللي بحتتين اللحمه المتبقيين الصغيرين دول. تمام، اللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وحبايبي حبايب قلبي اللي موجودين معايا ما تنسوش اللايك. تمام، معانا كده الحتتين اللحمه قطعناهم تقطيعه صغيره كده زي تقطيعه الكبده، ومعانا طماطمية قطعناها تقطيعة سلطة، وكمان قرن فلفل حامي عشان يحلي الأكلة بتاعتنا وتبقى جميلة كمان. تمام، معانا كم قرن فلفل كده من الفلفل بتاعنا اللي هو الفلفل البلدي، وكمان فصين من الثوم وبصلتين. هقطع كل ده كده على اللحمة اللي احنا مقطعينها دي. هتقولي ده كتير، لا كل ده هيدبل، يعني هتشوحيها على النار كل ده هيدبل، الفلفل هيدبل والبصل والحاجات دي كلها هتدبل، والطماطم طبعا، وكله هيطعم نفسه من ايه، كله هيطعم بعضه من الايه، من اللحم. معانا البصل كده قطعناه ايه جوليان كده. تمام، وهنرش بقى ايه معلقه فلفل اسود كده، ومعاها معلقه بهارات لحمه، ومعلقه صغيره من الملح، خدي بالك من الملح، معلقه صغيره خالص. وهنقلب كل الكلام ده كله كده مع حتتين اللحمه اللي محيريننا دولت. وهنجيب حوالي معلقتين من الزيت نرشهم كده على الايه، على الخضار بتاعنا ده، وهناخدها كده على النار نديها ايه، نديها تشويحه. بس قبل ما اخدها على النار انا هقلبها التقليبه دي وهسيبها شويه، وبعد كده هننزل بها ايه على النار كده في الجريل. شايفين الخضار بتاعنا بيدبل ازاي؟ خلاص خلصناها، ده في 5 دقايق كانت خالصه. ومحمرين شويه بطاطس كده جنب منها، تقدري تعملي سندوتشات منها على بطاطس، او تقدري تاكلي كده منها، جميله جدا واكله سهله وبسيطه من حتتين لحمه كانوا متشالين في التلاجة. اشوفكم فيديوهات كتير ان شاء الله.